السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كده هنعمل النهارده فراخ مشوية على الفحم. معانا التتبيلة بتاعتنا دي اللي انا بعتمدها في الشوي الفراخ يعني. هنا بصلة متقطعة وطماطمايه وفلفل احمر وفلفل اخضر. وطبعا هوريكم التوابل اللي انا بضيفها على المكونات دي كلها. هنبدأ نحط كله كده في الكبة بتاعتنا، وهنبدأ بقى نحط التوابل بتاعتنا. توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر، كمون، بابريكا. زي ما انتم شايفين كده كل التوابل معانا اهيت، وبهارات فراخ ضروري تبقى موجودة معانا، والملح ده اساسي. زي ما انتم شايفين كده حطينا كل الحاجة في الكبة. هنبدأ نضيف معلقة عسل، دي بتدي طراوة وبتخلي الفراخ طعمها جميل جدا. ومعانا معلقتين زبادي. الزبادي برضو بيدي طراوة للفراخ وما بيخليهاش تبقى ناشفة، بيديها طراوة، بيديها طعم جميل جدا. هنبدأ نضرب بقى المكونات دي كلها مع بعض كده، وهنبدأ نتبل الفرخة بتاعتنا. بنضيف معلقتين الزبادي. هنبدأ نضرب المكونات كلها في الكبة كده عشان نبدأ نتبل الفراخ بتاعتنا. انا هنا معايا فرختين بس، انا وريتكم تتبيلة في فرخة واحدة بس، انا هشوي اتنين يعني. اللي هو انا قطعت فرخة على 4 تربع، وفرخة على نصين. هوريكم ده وهوريكم ده. هنبدأ نخلطهم كويس اول لحد ما ينعموا معايا. هنا بقى انا كنت نسيت الليمون، فافتكرت فحطيته تاني في الكبة. طبعا معانا الفراخ بتاعتنا منقوعه في المحلول الملح بتاعها. المحلول اللي انت معتمداه بتنقعي بيه. انا بنقع بليمون وملح وطحينه، والطحينه بتدي مفعول جبار في الفراخ، ما بتخليش فيها اي زفاره وبتخليها جميله. هنا دي الفراخ انا قسمتها على نصين، لكن التانية انا عملتها 4 تربع. مش هجيبها معاكم في الفيديو يعني، انا تبلتها بنفس التتبيله بالظبط. زي ما انا بوريكم بس ايه انا بتبل الفراخ ازاي. هنا زي ما انتوا شايفين قطعناها كده بالسكينه كويس عشان خاطر التتبيله تبدا تخش معانا وتمتزج فيها كويس زي ما انتوا شايفين كده. الصح بقى اللي احنا نسيبها مثلا قبل ما نعملها قبلها نعملها بالليل. بتاخد بتطول في التتبيله وتدينا طعم جميل جدا. لكن انا هنا عشان كنا عملتها في نفس اليوم، اللي هي قعدت معانا ساعتين في التتبيله بس. زي ما انتوا شايفين كده شكل التتبيله جميل جدا. حاجة كده تنوع في الأكل وتغيير. وحاجة بسيطة كده طبعا. هتشوفوا شكلها دلوقتي وانا بعملها معاكم. هنا طبعا سيبناها ساعتين كده عقبال ما تبلناها وسيبناها عقبال ما نجهز الفحم بتاعنا ونجهز حاجتنا. يا ريت يا جماعة لو وصلتوا معايا لحد هنا لايك واشتراك للقناة عشان يوصل لأكبر عدد. ويا ريت دعمكم ليا، ويا ريت المحتوى بتاعي يكون عاجبكم فضلا وليس أمرا يعني. هنا ولعنا الفحم بتاعنا هنا على السطح بتاعنا كده، قعدنا بقى وولعنا الفحم وبدأنا نشوي الفراخ بتاعتنا. ضروري يا جماعة واحنا بنشوي يا دوب ايه تاخد صدمة، ونرجع نلفها على الجنب التاني عشان ما نسيبهاش تتحرق، بس تاخد لون من بره وهتفضل نية من جوه. فاحنا لازم نقلبها كل شوية من الوش ده للوش التاني. هنا هنضيف بقى كل الفراخ مع بعض. انا بس بوريكم احنا حطيناها ازاي، وبدأنا نضيف كل الفراخ معاكم اهي. هنا بقى بنبدأ نحط على تاخد صدمة على الوش، ونرجع نلف على الوش التاني كذلك لحد ما نخلصها خالص، وهيبقى معانا الشكل النهائي هتشوفوه دلوقتي اهي. ما شاء الله بألف هنا اللي اكل منها. يا ريت الفيديو لو كان عجبكم، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.